صاحيه من النوم بقى، عايزه اقول لكم كوارث كده بلاقيها. يعني بصوا، انا دايما كده ببقى حاطه الموضوع ده في دماغي، بس ببقى ايه، بكدب نفسي، يعني بقول لا اكيد يعني مش هيحصل. فصحيت النهارده بقى لقيت الكارثه اللي انا كنت خايفه منه حصل. تعالوا اقول لكم بقى ايه اللي حصل، وايه اللي لقيته في المطبخ، والكوارث اللي انا عمال بصحى عليها. تعالوا بقى نخش الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نسمي الله ونصلي على النبي كده ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسيش لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، تشتركي معايا في القناة، وتعملي ايه تاني، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل الفيديوهات ان شاء الله تشوفيها اول باول. بص بقى، كنت هنا غاسله مواعين ومن امبارح يعني غسلت مواعين وهلمها، يعني غسلت وهشيل. تمام. اللهم صل على النبي. كان عندي بقى مواعين هغسلها، والشغل العادي يعني بتاع كل يوم يعني هعمله. بس تعالوا بقى نحكي مع بعض كده واقول لكم الكارثه اللي انا لقيتها في المطبخ. بصوا بقى، كنت عامله شويه قرص كده. يعني انا ما بعملش كتير، انا في العادي بعمل قرص مثلا كيلو، كيلو ونص، يعني يوم ما هي يبقى 2 كيلو. ليه بقى؟ لان انا بعمل القرص دي على طول، يعني باستمرار. يعني مثلا انا عايزه قرص فبقوم اعمل، بحطها في مكان دافي وبظبطها كده. المهم ان انا يعني ايه، ساعات بشغل الفرن الكهرباء، يعني اشغله يا دوبك يبقى دافي سنه، واقوم جايه حاطه الطبق في الفرن. بس يعني اما الفرن يهدى، اللي هو مثلا يعني ايه، ما بخليش الفرن يسخن قوي، يعني فاهمني، يبقى ده في حاجات بسيطة كده. وبعد كده احط الطبق في الفرن. فالعجينة بتخمر بسرعة وكأننا في الصيف بالظبط. يعني ده في الشتاء انا بعمل كده، بتعامل مع العجينة بالطريقة دي في الشتاء. فالجو بتاع اليومين دول هو يعني مش شتاء قوي ولا صيف قوي، يعني هو الجو حلو، بس يعني ايه، بسيب العجينة براحتها تخمر. المهم بقى، بعد ما عملت شوية القرص، ما تعرفوش ايه اللي حصل. المهم القرص ما كانتش حلوة. تحسوا كده ايه، تحسوا ان يعني القرص مش عاجبه حد. آه يعني قصدي ما حدش عاجبه القرص. القرص مش عاجبه حد. هي برضو صح، صدقوا المعنى واحد. المهم يعني ما حدش عاجبه القرص اللي انا عملتها. بحمد ربنا ان انا ما عملتش كتير. انا مش عارفه ازاي القرص باظت مني كده. يعني تخبطي القرصه في الحيطه ترجع لك. مش عارفه ايه اللي حصل. المهم ان انا عملت، يعني انا عملت حاجه خليتها عملت كده ازاي ما اعرفش. يعني انا كل المقادير حطاها هي انا بعمل القرص الطريه اللي هي بتبقى، آم، شفتوا انتوا القرص اللي هي بتتعمل باللبن رايب او بزبادي او كده، بتبقى العجينه طريه. فانا كنت حاطه زبادي اصلا، فازاي عملت كده ما اعرفش. وعاملاها حاطه يعني شويه سمنه على شويه زيت، ولبن. بس كنت حاطه لبن بودره. فمش عارفه هو اللي عمل كده ولا ايه. وبرده كانت ريحتها مش الريحه الحلوه. المهم ما علينا يعني من التفاصيل دي. القرص هي اتاكلت في الاخر، بس اتاكلت بعد معاناه. آه بعد ما قعدت شويه وبعد كده بقى لقيت ايه، قمت لقيت القرص. احنا اكلنا منها، يعني اقول لكم ما اكلتش منها، اكلنا منها بس برضو مش الاكل اللي هو يعني. لان تعالوا بقى اقول لكم الكارثه اللي حصلت. حطيت القرص كده على البار، وانا في الطبيعي لما بعمل قرص بعمل اي معجنات بحطها على البار كده، والعيال رايحين جايين عليهم وكده. فحطيت القرص وما توقعتش، يعني او مش متوقعتش، لا انا كنت اتوقع ان ده يحصل يعني، بس برضو ما توقعتش ان يبقى بالسرعة دي. لقيت النمل بقى، لقيت النمل على القرص بقى والنمل عامل حفلة على شوية القرص اللي احنا اصلا مش عاجبيننا يعني. لقيت النمل بقى ايه، عامل عمايله حفلة، عامل حفلة على شوية القرص. هما اصلا كانوا يعني كيلو شوية، يعني مش مكملين كيلو ونص اصلا، يعني كيلو اللي هما جايبين النص ولا هما جايبين الربع، يعني اللي هما ايه، كيلو وشوية يعني. فلقيت النمل بقى عامل حفلة على القرصتين. وانا ما كنتش يعني، انا اصلا متضايقه ان هم طلعوا وحشين كده. قلت يمكن ايه، لما طلعتهم من الفرن قلت يمكن المقادير فيها حاجه غلط. المهم انا
يعني اللي استنتجته ان النار لما بتبقى هاديه خالص على القرص بتنشف. سألت حد يعني قالوا لي لما بتوطي خالص النار بتنشفيها، مع انه والله بقول لكم انا عاملاها بزبادي ومظبطاها يعني. فاكتشفت ان الفرن كان انا موطيه قوي قوي زياده عن اللازم يعني. المهم لقيت لكم بقى النمل عامل حفله على شويه القرص. وابني جايب قرصه وما شافش النمل وكل من القرصه ومش واخد باله يا عيني ان القرصه فيها نمل. الولد بياكل لقيت النمل كده بصوا في لسانه وعلى شفايفه وبقه كده. انا لما شفت منظر اتخضيت. لقيت هو بيقول لي ايه، يا ماما مش عارفه عمال يصرخ من بقه. فببص كده لقيت النمل بيقرصه في لسانه، في لسانه ببقه كده. وهو جاي عمال يا ماما القرص مش عارف فيها ايه، يا ماما القرص كده. فاهمين انتوا الواد جاي مخضوض من من اول ما كل القرص. انا اول ما كل هو ما شافش بقى فكل والنمل لزق في لسانه كده، لدرجه ان انا كنت بشيل النمل من لسانه. فاتخضيت كده. عارفين انتوا بقى اللي هو نمل وبهدل القرص. طبعا في قرص طلعتها من القرص والباقي رميته، يعني في قرص رميتها وفي قرص كلناها طبعا، بس هو ما كانش كتير يعني. بس بقول لك يعني صاحيه الصبح على كده يعني كارثه كده، شويه قرص لسه عاملاهم بالليل اقوم الاقيهم متاكلين من النمل. فالحمد لله يعني، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا هو يعني عادي ده بيحصل كتير معايا، بس انا ايه ما توقعتش ان النمل يطلع عليهم بالسرعه دي. وتقريبا بقى النمل طلع اول ما خلصت وحطيتهم، فالنمل اتلم عليهم بقى. مع ان انا برش بودره والله، برش حاجات كتير للنمل وكده، بس هو بقى انتوا عارفين ريحه القرص بتقلب الدنيا يعني. ندخل بقى في الفيديو او نرجع للفيديو اللي احنا ما اتكلمناش فيه اصلا يعني. بصوا هنا اليوم ده كنت عايزه اعمل سمك. و السمك ده سمك لوط ماشي، بيبقى جميل قوي، بس لازم اهم حاجه تتبليه، يقعد في التتبيله شويه حلوين يعني. شويه حلوين يعني قد ايه كده، يعني مثلا ساعتين زمن كده تسيبي السمك في التتبيله. لو اقل من كده مش هتلاقي السمك طعمه حلو خالص يعني. هتلاقي اصلا كأنك بتاكلي في سمك اللي هو السمك اللي اسمه ايه ده. المهم هتلاقي نفسك بتاكلي سمك عادي يعني، مش هتحسي بالطعم اصلا. لازم تتبليه كويس ويبقى متبل وقاعد ساعتين في التتبيله. لو قعدتيه اكتر اقل من كده مش هتلاقي طعم ليه خالص. المهم بقى ان انا عملت تتبيلتين، يعني التتبيله مرتين ماشي. تتبيله هتبل بيها السمك، حطيت ايه، حطيت بصلايه وفصين توم وفلفل وايه كمان، وشويه ليمون. اهم حاجه الليمون بقى، الملك في الموضوع ده هو الليمون. يعني ملك التتبيله هو الليمون والكمون. وما تحطيش خل، ليمون وبس. انا حطيت تقريبا ليمونتين ولا 3 مش عارفه، بس المهم حطيت ليمون كتير. طبعا الفيديو ده متصور امبارح مش فاكره، امبارح او من يومين تقريبا، مش فاكره امبارح ولا من يومين مش فاكره. بس هو خلال اليومين اللي عدوا يعني، انا بقالي يومين كام يوم ما نزلتش فيديوهات اهو. بصوا بقى حطيت بقى التتبيله. اهم حاجه البصل طبعا. هتقولي لي مثلا البصل هيقعد ساعتين ازاي؟ لا هيقعد عادي مش هيحصل له حاجه. ما بيبقاش شوي يعني. ممكن تقولي لي مثلا ريحه البصل هتطلع ويبقى مش حلو، لا هيبقى حلو، مش هيعمل حاجه اصلا يعني. المهم وتحطي كركم اهو، افتكرت وحط كركم. اهم حاجه الكركم. ولو مش عايزه براحتك يعني، لو مش عايزه تحطي كركم برضو عادي براحتك. بس الكركم بقى بيدي صفار كده وبيدي لون وبريق حلو كده، تحسوا ان السمك كده حاجه كده عسل كده وشكله وطعمه. بصوا حاجات حلوه بقى، ما هو مش هيبقى شكل بس، احنا عايزين طعم. الكركم اصلا في كل حاجه انا بحطه والله، بحب الكركم قوي. وحتى في التتبيله بتاعه الفراخ المشويه بحط كركم برضو. فالكركم ده بحطه وبحب احطه على الرز. انا اصلا بحب احطه على الرز ذات نفسه كده، يعني يغير لون الرز، ما يكونش الرز يعني بلونه الابيض، لا يكون لونه متغير شويه. فالكركم بقى بيغير لون الرز، بيديله شكل احسن كده، وانتي بتغرفيه في الطبق كده بيبقى شكله اشيك واحسن. وغير كده بيبقى طعمه حلو، وغير كده اصلا الكركم صحي يعني. بس كده. المهم هعمل بقى تتبيله تاني، او مش تتبيله، هعمل بقى ايه، يعني هقطع بقى طماطم وفلفل وبصل
هقطع طماطم وفلفل وبصل، بصوا اهو شايفين، وهحط كركم برضو واخدين بالكم انتوا؟ تاني هحط كركم تاني، وهحط شوية كزبرة كده بشطة بخلطة كده. اه وهجيب بقى بطاطساية. ما هو بصوا بقى، التتبيلة اللي انا عاملاها دي او الطماطم والفلفل والبصل مش كتير، تمام. وانا اصلا مش عايزاهم كتير يعني، لان العيال مش بياكلوا الحاجات دي غيرنا. يعني انا وجوزي اللي بناكل بس الطماطم والحاجات اللي انا حطاها دي، هما مش هياكلوا ده. فانا هحط بقى بطاطسايه، اجيب بطاطسايه كده هقطعها، هي بطاطسايه واحده بس كده، همسكها هقطعها وهحطها بقى كده، بس كده اهو. قلبتهم اهي، جبت بقى البطاطسايه اهي، همسكها هقطعها. بعد كده هحطها في الصينيه. طبعا كل حاجه هتستوي مع بعضها، السمك اصلا ما بياخدش نار كتير، السمك ده بيستوي بسرعه، بتلاقيه كده في ثواني اتهرى كده وبقى عامل زي الزبده كده، بيتهري وبيدوب من بعضه كده. فانا هحط البطاطسايه مع السمك مع كله كده مع بعضه اهو. ادي البطاطسايه قطعتها، طبعا ملكوش دعوه انتوا بالحاجات اللي في الحوض دي، هنضف كل الكلام ده كله، بس انا عشان انجز يعني يعني بقطع في الحوض، بقشر يعني في الحوض عشان انجز وقتي يعني، فاهميني؟ بس كده حطيت كل الكلام ده كله على بعضه اهو. بعد كده هحط السمك على الوش بقى اهو، هجيب بقى السمك بتاعي احطه على الوش. بس التتبيله اللي كان فيها السمك برضو شلتها وحطيتها فين، حطيتها في قلبتها مع الخلطه اللي بصوا اهي، الباقي منها كمان حطيته بالليمون بكل حاجه، حتى كمان قطعت شرايح ليمون في مع الطماطم والبصل والحاجات اللي انا حطيتها دي كلها. هحطهم بقى، هحطها بقى الصينيه على النار تغلي كده غلوتين 3، وبعد كده هدخلها الفرن، تمام. عايزه اقول لكم ما خدتش مني يعني، ما خدتش سوا اصلا يعني، هي قعدت تقريبا تلت ساعه ولا ربع ساعه كده على النار. بعد كده شلت الصينيه دخلتها الفرن، برضو ما كملتش 10 دقايق وطلعت بقى، هتشوفوها دلوقتي معايا. السمك بقى عامل زي الزبده كده، تحسوا كده ان هو بيدوب دوب كده يعني، بصوا حاجه كده عسل كده بصراحه. السمك ده جميل قوي، واحسن حاجه انه ما بيبقاش فيه شوك كتير، يعني انت بتلاقي السمك كده مليان لحم بس. ادي الرز اللي انا عملته، كل واحد طبعا طبق سلطه، بحب اعود عيالي كل واحد يبقى ليه طبق سلطه، يعني السلطه دي تبقى اساسي على الاكل. وادي بقى صينيه السمك، شايفين الكركم بقى مع التحميره اللي واخدها يعني، او الوش اللي واخده تحميره في الفرن يعني، شايفين؟ بصوا حاجه كده تحفه تحفه. طبعا كنت بغرف الطبق ده لمصطفى. شايفين قطعه السمك دي ما فيهاش شوك خالص، هي قطعه كده ما فيهاش شوك خالص يعني، فكنت بطلعها لابني الصغير. وادي البطاطس وادي الطماطم، عايزه اقول لكم الطعم كان تحفه عسل كده. وما خدتش معايا وقت يعني، وكفايه ان يعني بصوا اكله كده سريعه وبسيطه وفي ثواني كده. كده بقى الفيديو خلص، اشوفكم على الف خير.